لم يكن يعلم هذا المقاتل الشيشاني أن هذه الحركات الاستفزازية لن تغير شيئا أمام قوة وهيبة الأسد المغربي، بل ستنهي به مهزوما شر هزيمة وسيرى الموت بين عينيه. دخل المقاتل الشيشاني النزال متراجعا للخلف، لأنه يعلم جيدا قوة المغربي في القتال واقفا. وكأبناء جلدته من الشيشان، أراد تطبيق خطة القتال الأرضية، لكن خطته لم تنجح، حيث أدرك قوة صمود المغربي ولم يكن له خيار آخر، واستمر في المحاولة لكن بدون جدوى. وعندما أتت الفرصة وجد نفسه محمولا لا يقوى على فعل شيء، وثم إسقاطه ليجد نفسه كفريسة في قبضة الأسد المغربي. لم يرحمه وانهال عليه بسلسلة من الضربات المدمرة والعنيفة، حطمت وجهه ولطخ بالدماء كأنه رأى الموت بين عينيه. وانتهى النزال بفوز الأسد المغربي نبيل حريولي بالضربة القاضية في الجولة الأولى.